مساء الخير وأهلا بيكم. أنا اسمي صبرا وعمري دلوقتي 27 سنة. في الأول أنا كنت عايشة مع أبويا وأمي وأخواتي الاتنين اللي كانوا أكبر مني، لأن أنا كنت بنت واحدة على ولدين وكنت أنا الصغيرة. حالتنا في بيت أهلي كانت على القد أوي، يعني تقدر كده تقول إن احنا كنا أسرة بسيطة. أمي كانت ست بيت وأبويا كان راجل على قده، وإحنا كنا في مدينة صغيرة، وكبرنا واتعلمنا أنا وإخواتي الاتنين وأخدنا دبلومات والحمد لله واشتغلنا. لكن كل واحد مننا كان شغال موظف بسيط ومرتب صغير. أخويا الكبير اتجوز وخلف وربنا يعينه على اللي وراه، ده بقى بيشتغل شغلانتين، شغلانة الصبح وشغلانة بعد الظهر، عشان يقدر يكفي على مصاريفه وعلى اللي وراه، وهو ساكن لوحده. وبعد فترة من جواز أخويا أبويا توفى، الله يرحمه. عايشة في بيتنا أنا وأمي وأخويا الوسطاني، وكان البيت مفتوح بمعاش أبويا البسيط، وكنت أنا وأخويا بنساعد أمي في المصاريف من مرتباتنا الصغيرة. وأخويا الوسطاني اللي أنا بكلمكم عنه ده يبقى مشكلة حياتي. هقول لكم إزاي. أنا وصلت في سن 26 وتقدم لي عريس، والعريس دوت كان من بلدنا وكان على قده برضه زينا كده، يعني كانت أسرته ظروفها في نفس ظروف أسرتي، بس بصراحة هو كان عاوز يشتغل ويكون نفسه وكان طموح. وهو كمان كان شافني كام مرة كده وأعجب بيا، وكانت ظروفه وسنه بظروفي مناسبة جدا لسني، لأنه كمان كان أكبر مني بكام سنة بس. وأنا وأهلي شفناه مرة اقتنعنا بيه، واحنا ما عندناش في بلدنا يعني نظام بقى الجواز عن حب ولا الكلام ده. احنا الجواز كده عندنا عن طريق الأهالي، أو اللي انتم بتقولوا عليه جواز صالونات. المهم أنا وأهلي وافقنا لأن احنا لقيناه طيب وابن حلال، وإني حسيت إن أنا هكون سعيدة معاه. وهو خطبني ولبست الشبكة وكتبنا الكتاب، وكل ده تقريبا من سنة، وهو كان بيشتغل محاسب. وبعد ما خطبني فترة، أو يعني بعد ما كتبنا الكتاب، هو سافر يشتغل علشان يعمل قرش هناك ويحوش، ونقدر نتجوز أنا وهو. لأنه لما كان شغال في بلدنا كان مرتبه قليل أوي، بس هو كان طموح وكان نفسه يعيشني أحسن عيشة، وكان نفسه يجيب لي الدنيا كلها. وطول ما هو كان مسافر كنا على طول بنتكلم عن طريق التليفون والشات، وبنتواصل بكل الطرق. كنا سعداء ومتفاهمين أنا وهو والحمد لله. وهو كان عنده شقته في بيت العيلة بتاعت أهله، وبيت العيلة بتاعهم ده كان بيت يعني على قد شوية. لكن قبل ما يسافر هو كان محوش قرشين اللي بنى بيهم الشقة لنفسه فوق شقة أبوه، وقال لي إن هو لما هيسافر هيبعت لي فلوس وهو بره، وأنا بقى بالفلوس دي أجيب مقاول يشطب الشقة، عشان هو لما يرجع ونتجوز، لما يرجع إن شاء الله بالسلامة من السفر تبقى الشقة جاهزة ونتجوز فيها ونسكن فيها على طول. وانا لما طلب مني كده قلت له انا مش هعرف اعمل كل ده، اتفق انت مع المقاول وانا ممكن اتابع الشغل معاه. قال لي معلش انت عارفه ان انا ابويا متوفي وامي ست كبيره، وكل اخواتي بنات وكلهم متجوزين وعايشين في بيوتهم، وانا ليا اخ واحد انا كنت اعتمدت عليه في كل حاجه وما كنتش تعبتك معاه. قلت له طيب ما نخلي اخوك يساعد ويبقى معاه كل حاجه ويشرف على تشطيب الشقه، وانت عارف يعني ان اخوك بيخلص شغله على الساعه 2 الظهر وباقي اليوم بيبقى قاعد فاضي، فممكن يعتبر ان دي شغلانه جايله يعملها بعد الظهر. قال لي طيب خلاص سيبيني انا اكلمه واتفق معاه، وانا هعمل له مرتب كويس نديهوله كل شهر مقابل على اشراف وتشطيب الشقه. وانا وافقت على كلام جوزي وسكت. وفعلا هو اتصل باخويا واتفق معاه، اتفق معاه على كل حاجه في الشغل، واخويا وافق وكان فرحان قوي لان كان ظروفه الماديه على القد، وهو كان محتاج لكل قرش يجيله ويساعده علشان يعرف يحوش ويتجوز. وفعلا بدأنا نشطب الشقة، وجوزي كان بيبعت لي الفلوس وأنا اللي كنت بصرف، فكنت بدي لأخويا مرتبه، وكمان أنا اللي كنت بحاسب المقاول. بس أخويا كان بيبقى معايا في كل حاجة، وكل ما كان جوزي بيبعت لي مبلغ أنا كنت بعمل بيه حاجة في الشقة، وهو كان بيبعت لي وكان كل شوية يسألني ها ايه اللي خلص وعملته ايه. وكنا ماشيين على القد، لكن انا كنت سعيدة قوي فرحانة لاني كنت بعمل في الشقة كل حاجة انا نفسي فيها، بس برضو على قد امكانيات جوزي. ومشيت والدنيا تمام في الاول وما كانش في اي مشاكل. لكن من بعد فترة صغيرة من بداية شغل أخويا معايا لقيت إن هو مش عاجبه المرتب اللي بياخده. قال لي أنا عاوز زيادة، وبصراحة رفضت لأني كنت شايفة إن المرتب اللي جوزي محددهوله كويس قوي على الشغل اللي هو بيعمله. أخويا زعل مني قوي ساعتها